ازاي تنبتي الفول في يومين اتنين بس وتعملي شوربه لونها فاتح وطعمها حلو قوي قوي والفول مزبت معاكي بالشكل ده؟ اولا بجيب الفول بغسله كويس جدا وانقعه لمده ليله كامله. بعد كده طبعا بغسله وبصفيه من ميته تماما، وبجيب فوطه بغسلها واعصرها عشان تبقى منديه معايا كده على الفول عشان يبدا ينبت معايا بالشكل ده. بعد مرور 12 ساعه ببدا اغسل الفول المره الثانيه وبرش الفوطه برده بالميه عشان تبقى منديه معايا بالشكل ده. بكرر الموضوع ده كده 3 مرات، يعني كل 12 ساعه بنبدا نغسل الفول زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بنحطه في الفوطه ونبدا نغطيه ويبدا ينبت معايا بالكامل بحيث النبته بتاعته ما تقلش عن سنتي. كل ما ينبت معاكي كويس قوي والنبته بتاعته تكون طويله، كل ما تبقى شوربته فاتحه وما تغمقش معاكي بعد كده. ده التنبيت الصح، وطبعا ممكن تشيلي منه في الفريزر. الشوربه بقى بحتاج بصل وجزر وتوم وورق لورا وعصير ليمونتين كبار، كزبره، كمون، ومعلقتين كبار من الملح وقشر الليمون، ونرفعه على النار لمده نص ساعه. وبعد كده بضيف له البصل الاول عشان ما يتهريش معايا من البدايه، بياخد ربع ساعه بس. وبعد كده بنعمل له طشه التوم بقى اللي بتنقله نقله تانيه خالص، بجد رهيب. اتمنى تجربوه، لو عجبكم شيروا الفيديو.